الخطأ الكبير الذي تربينا عليه إنه الكوثر هو نهر في الجنة، وهذا خطأ. الكوثر إذا نظرنا بظرفية الزمان والمكان المتعلقة بسبب نزول الآيات، نعلم أن الكوثر هي السيدة فاطمة عليها السلام. لما نقول فاطمة ولما نقول آل البيت يقال عليهم السلام. هكذا كان علماء الأزهر الشريف وكل علماء الشام الذين طبعا حافظوا على هذه، حتى أجى الفكر الوهابي اللي كفر الناس ومن حقده على آل بيت رسول الله لغى عليهم السلام وحط رضي الله عنهم. يا خي رضي الله عنهم. ولكن ظرفية الزمان والمكان لما قالوا أنه النبي مات أبناؤه، قالوا أنه مات محمد، مات خلف بنات وانقطع هذا النسل، أنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كل حسب ونسب وصهر مقطوع يوم القيامة إلا ما كان من حسبي ونسبي. يعني كل الناس ستنقطع أنسابهم، أما نسب النبي مستمر إلى قيام الساعة. والنسب محسوب من فاطمة مش من علي. يعني علي عنده أولاد، لا يذكر أولاد علي عليه السلام. النسل من فاطمة، من أجل فاطمة أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب.